السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. طبعا يا جماعة النهاردة قلنا نعمل كده حاجة حلوة للولاد في الجو الحر دون. يلا بقى نخش كده على وصفتنا النهاردة كانت شوية مهلبية مانجا، حاجة كده فاخر من الآخر ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا كده انا جبت كيس عصير من الفريزر وضربته ضربة كويسة كده في الخلاط. افضلي كده اضربي في شفشق المانجا لغاية كده لما يتقدم. وبعد كده حطيت عليه شوية سكر. طبعا السكر ده يا جماعة اختياري، تعملوه بقى مسكر، تعملوه دلع، تعملوه يعني مظبوط اللي انتوا عاوزينه. انا بصراحة بحبه كده السكر بتاعه يبقى مظبوط، ولا مسكر ولا دلع. طبعا انا حطيتهم كده على البوتاجاز بس يسخن تسخين بسيط كده. بعد كده بقى جبت شوية مية وشوية نشا. طبعا انا ما كنتش لاقيه بصراحة حد اشتري منه ربع كيلو نشا، لقيت الكيس الصغيرة دي يا دوبك فيها معلقتين اتنين كده. جبت طبعا نص كوبايه ميه، وهحط بقى عليها كده، هفضي بقى عليها النشا كده. الكياس عايزه اقول لكم اكياس جامده جدا، مش عايزه تتفتح خالص. الكيس يا دوبك فيه معلقتين اتنين. طبعا الكيس ب3 جنيه، يعني لو جبت ربع كيلو كان احسن لي، بس بصراحه ما فيش حد والله هنا بيبيع يعني عطارين والكلام دون. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا بفضي النشا 3 اكياس يا دوبك عشان تطلع مني كده جابسه ما تبقاش صيصه. زي ما انتم شايفين كده انا بحط طبعا النشا اهو. هفضل بقى اقلب فيه كده تقليبتين عشان ما يكلكعش مني، وما ازودلوش يا جماعه ميه. انا مش عايزه طبعا ان انا ازود له خالص ميه، عشان يبقى المهلبيه بتاعتي ما تبقاش صيصه كده، تبقى جابسه وحلوه كده. نفضل نقلب فيه كده تقليبتين حلوين اهو. بصوا مج ما شاء الله تبارك الرحمن اهو. طبعا المهلبيه بتاعتنا هي سخنت، هحط بقى عليها النشا زي ما انتم شايفين اهو. افضل بقى كده اقلب فيها تقليبتين حلوين عشان ايه؟ تكبس كده معانا. تبقى جابسه يا جماعه معانا، احنا مش عايزينها صيصه اهي. عايزه اقول لكم ريحتها جميله، وانتوا عارفين طبعا احنا في موسم المانجا، وكفايه يا جماعه ريحه المانجا طبعا. بصوا لونها حاجه طبيعيه طبعا، مش الوان صناعيه ولا اي حاجه، مش حاطين عليها اي حاجه خالص. هي مانجايتين وضربناهم في الخلاط وحبه نشا وحبه سكر. طبعا بصوا بقى اهي بدات تكبس معايا اهي، تبقى جابسه كده او متجانسه زي ما انتم شايفين اهو. خدوا بالكم يا جماعه انا بتكلم كده بطريقتي والله العظيم، يعني عادي، مش واخده ان انا ازوق الكلام. انا بتكلم بطبيعتي والله الحمد لله رب العالمين. طبعا زي ما انتم شايفين خلاص بقى اهي بقت جاهزه معانا. احنا قلنا بقى نعمل النهارده كده حاجه حلوه بقى للولاد. يلا بقى نحطها كده في الاطباق. ما شاء الله بقت جميله جدا جدا اهي. طبعا ميدو بقى بيصورني اهو. انا طبعا مش هامله الاطباق عشان لسه بقى هنزوقها. بصوا يا جماعه اللون بتاعها عامل ازاي، جميل جدا جدا جدا. لون طبيعي طبعا، حاجه كده ما شاء الله اهو. زي ما انتم شايفين بعبي بقى كده الاطباق من منجيتين و3 اكياس نشا، يعني 6 معالق بالظبط نشا. عملوا لي حله معتبره من المهلبيه، وحاجه حلوه طبعا للولاد يطلعوا بقى من الشغل كده ياكلوا حاجه مسكره، عشان طبعا ربنا يهون علينا الفتره اللي احنا فيها دي. بصراحه فتره صعبه، الجو طبعا خلاص يا جماعه جبنا اخرنا وفرفرنا. جربوها والله ما هتندموا، كفايه ريحه المانجا فيها. طبعا كان نفسي احط عليها ورقه فانيليا بصراحه، بس ما لقيتش عندي متوفره فما عرفتش ان انا احط. انا طبعا بعبي بقى الاطباق كده كلها.
ما شاء الله تبارك الرحمن. حبة مهلبية ما شاء الله عليهم. وكفاية بتفرحي الولاد، وحاجة حلوة طبعا بيطلعوا من الشغل ياكلوهم، يلاقوا كده حاجة مسكرة ياكلوها، ومش مكلفة خالص. كل حاجة طبعا عندك في بيتك. طبعا بقى انا خلاص عبيت كده المهلبية كلها. جبت بقى منجاية كده حلوة حمرة كده، اللي هي الاجنبي يا جماعة، دي نوعها اجنبي ما شاء الله تبارك الرحمن. قلت بقى اقطعها كده وازين بيها بقى الايه المهلبية معانا. بصوا يا جماعة التقطيعة. ما شاء الله تبارك الرحمن، منجاية فاخر من الاخر بصراحة. زوقيها بقى باي حاجة عندك، عايزة تحطي عليها عنب، عايزة تحطي عليها تفاح، عايزة تحطي عليها مانجا، انت اللي هتاكليها انت وولادك، وزوقيها اللي انت عايزاه اعمليه. بصوا طبعا المانجايه اهي انا قطعتها كده اهي. يلا بقى نقطع التانية. بس ميدو طبعا كان محولي ولا ايه؟ ليه واحد الكاميرا مش جايبني وانا بقطعها. دي جايبها شويه اهي. بصوا يا جماعه تقطيعها، طبعا دي تقطيعه جميله جدا جدا وسهله. حبه مهلبيه بقى نفرح بيهم كده الولاد اهو. ومنجايه كده قطعناها لهم، ما خدتش مننا اي حاجه ولا اي وقت ولا اي تكلفه. حاجه موفره وحاجه حلوه. طبعا ميدو هو اول واحد كده داق المنجايه. بصوا طبعا انا المفروض ان انا بقطع المكعبات كلها، بس ميدو بصراحه ما كانش جايبني. ظلمني يا جماعه، ظلمني والله وانا بقطع المنجايه. بصراحه كان تقطيع المنجايه جميل اهي. طبعا المنجايه هي انا قطعتها اهو. بيعمل لكم يا جماعه ما تنسوناش في اللايك. طبعا انا كده معايا بقى مكعبات المانجا اهي. ما شاء الله. بصوا مليت منها الطبق اهو. يلا بقى نزين بقى بيها كده الاطباق بتاعتنا اهو. كل طبق كده فيه شويه. طبعا يا جماعه انا ما بلبسش جوانتي ولا جلافز زي ما بيقولوا. انا طبعا ده بيتي ودول ولادي، وانا بعمل لهم حاجتي بايدي، واللي عاجبه ياكل ياكل، واللي مش عاجبه ياكل انا هاكلها. بصوا يا جماعه المنظر ما شاء الله تبارك الرحمن اهو. الاطباق اتملت مانجا ومهلبيه مانجا اهو. حاجه طبعا انت عاملاها كده في بيتك، حاجه محترمه، حاجه معتبره. طبعا ميدو بقى جاب لي، كان عندي فارماسي في التلاجة، فجابهولي بقى. ده كان من ايام العيد يا جماعه دون، وعندي في التلاجة. فقلت بقى ايه، قال لي لا حط لنا من على الوش كده، من على وش المانجا. فبصراحه عجبني منظره. قلت ماشي يا ميدو، طلباتك يعني اللي انت عاوزه نعمله لك يا ميدو والله. ولو وصلتوا الفيديو لغايه دلوقتي معايا ما تنسوناش في اللايكات عشان خاطر ميدو يا جماعه. بصوا بقى منظرها ما شاء الله تبارك الرحمن اهي. وزي ما قلت لكم حاجه ما كلفتناش اي حاجه خالص، كل حاجه عندك طبعا في بيتك. نحطها بقى كده في التلاجة شويه كده لما تسقع بقى كده، ويعني تبصوا تبقى حاجه معتبره بصراحه في الجو الحر النار اللي احنا فيه ده. اكتبوا لنا بقى يا جماعه في الكومنتات ايه رايكم بقى في المنظر الجميل دون.
منظر المهلبيه. مين عايز طبق؟ ومين عايز المانجا اللي في النص دي؟ طبعا دي تقطيعتي. وتسلموا لي يا احلى واجدع اخوات، ربنا يا رب يحفظكم ويبارك فيكم، وربنا يعدي الفتره دي على خير، اللهم امين. متشكره جدا 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 جدا. السلام عليكم حبايبي، ما تنسوناش يا جماعه في اللايكات.